طبعا كلنا شفنا من اول بيراميدز ما خد اول بطولة في تاريخه، والاعلام الاهلاوي عمال يردد جملة واحدة بس: بيراميدز اخد مكان نادي الزمالك. وجمهور نادي الزمالك يرد على اعلام النادي الاهلي، لان طبعا في الزمالك ما عندهمش اعلام، عندهم جمهور بس اللي مساند النادي. يقولوا لهم لا، ده بيراميدز اخد مكان النادي الاهلي. بيراميدز اللي كان مشارك في دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي كان مشارك فيها، لما تيجي بقى تقول بيراميدز اخد مكان الزمالك، قارن نفسك ببيراميدز كده وبموقف الزمالك وشوف الاجابة هتكون عاملة ازاي. اي حد بيشجع اي فريق كرة قدم في مصر ما عدا الاهلاوي هيبقى عارف في المواقف دي بيراميدز اخدت مكان النادي الاهلي. وهقول المواقف اللي هم شافوها بعينيهم وبرضه هيكدبوها، لان ده جمهور النادي الاهلي ايا كان بقى، هو بيفهم في كوره ما بيفهمش في كوره، الحقائق قدامه ومش بيعترف غير باللي الاعلام بتاعه محفظه له فقط لا غير. تعالى بقى قول لي الزمالك مين اللي اخد مكانه من 2004 وانت عمال يدخل لك مداخل فلوس من مصادر موثوقة وغير موثوقة. بدايتها كانت حسن حمدي، سيبك بقى من عبد البقال ومش عارف مين اللي كان بيدي للحكم ايه، واتحاد الكرة اللي كانت بتكتب شيكات للحكام علشان خاطر يحكموا للنادي الاهلي، وانسحاب النادي الاهلي من قدام غزل المحلة والترسانة والمقاولين والزمالك كمان. سيبك من الكلام ده كله، تعالى في اول قضية الناس تعرفها بتاعة حسن حمدي. طبعا وقتها حسن حمدي كان رئيس وكالة الأهرام ورئيس النادي الأهلي، اتقبض عليه في اللحظة دي بسبب اختلاس أموال وكالة الأهرام. الفلوس دي راحت فين؟ دخلت في النادي الأهلي. مين اللي كان النائب بتاعه؟ أيوة بالظبط، هو ده اللي ممنوع حد يجيب اسمه. ليه؟ لأنه بعد القبض على حسن حمدي دور على مستثمر تاني، تركي آل الشيخ تقريبا او مين، هم مستثمرين كتير بيدخلوا في النادي الاهلي ويطلعوا في الاعلام يقول لك على مجلس ادارة النادي الاهلي. راجعوا الفيديو بتاع تركي آل الشيخ، كان مع سيف زاهر تقريبا او مش فاكر مين، هو طلع مع كتير منهم احمد شوبير. في الفترة دي بقى انت عمال تصرف وتجيب افضل الصفقات وتعطل صفقات كمان على الزمالك، علشان الزمالك واخد اكبر عدد بطولات قارية داخل قارة افريقيا، ونادي الزمالك نادي القرن. فانت هتصرف وتوقع الزمالك كمان وتهد استقرار نادي الزمالك كمان علشان خاطر تحاول تاخد مكانه. الزمالك قبلك في بطولة دوري ابطال افريقيا مباراة نهائي القرن، عملت كل الطرق الغير مشروعة علشان تفوز بالمباراة دي. مش هتكلم على التحكيم لان الفضائح موجودة وهم مش هيعترفوا بيها، ومع ذلك دخلت في صفقات تانية لدرجة ان انت حاولت تاخد لعيبة نجوم من نادي الزمالك وتكيد بيهم نادي الزمالك وتوقع بيهم نادي الزمالك، وهوبا تقابل الزمالك في السوبر الافريقي وياخدوا منك. الزمالك اخد منك البطولة القارية السوبر بعد ما اخدت لعيبة مهمة من نادي الزمالك، والزمالك كان واقع واعلامك كله كان بيقول احنا نفوز على الزمالك دي بسكور. طبعا كله سمع الحلقات بتاعت احمد بطيخة ومش عارف ايشو وفيشو والاعلاميين بتوعهم دول، تيجي توقع نادي الزمالك مرة تانية وتالتة وعشرة في ارض اكتوبر، في الوقت اللي انت صارف فيه مليارات علشان خاطر يتقال في الاعلام محدش هيقف قدام النادي الاهلي في مصر وفي افريقيا والنادي الاهلي يلعب في اوروبا. كنت انت في المركز ال13 او ال14 او ال15، وقعت نادي الزمالك في ازمه اللي كان متصدر الدوري. وطبعا عارفين التحكيم والاخراج بيكون معاك عامل ازاي لحد ما توصل ان انت تحاول تعدي نادي الزمالك، ومش هتعرف. بطولات بيراميدز بقى وبطولات الاهلي في الوقت اللي الزمالك كان مشارك فيه في دوري ابطال افريقيا، بيراميدز ما كانش موجود. يعني بيراميدز ما اخدش دوري ابطال افريقيا غير في النسخة اللي النادي الاهلي كان مشارك فيها. لما الزمالك يشارك فيها وبيراميدز ياخدها يبقى كده بيراميدز اخد مكان الزمالك، انما الاهلي اللي مشارك فيها وبيراميدز اللي ياخدها يبقى بيراميدز هو اللي اخد مكانك. طب تعالى بقى في الناحية التانية، اخر بطولة بيراميدز واخدها كانت ايه؟ السوبر الافريقي. الزمالك كان مشارك فيها؟ طبعا لا، يبقى الزمالك بعيد تماما عن بيراميدز.
تعال بقى للقضية اللي لسه متعلقة لحد دلوقتي، الدوري. رابطة الأندية غيرت اللائحة علشان خاطرك، ما كنتش هتاخده. الزمالك وبيراميدز والأهلي انتوا التلاتة مشاركين فيه، ورابطة الأندية أهدته للأهلي مؤقت، فمعنى كده بيراميدز ما خدش بطولة من نادي الزمالك، وبيراميدز كده ما أخدش مكان الزمالك. لو بيراميدز اتحكم له في القضية اللي لسه متعلقة في الفيفا هيبقى واخد الدوري من نادي الأهلي. البطولة الأخيرة اللي جمعت بيراميدز والزمالك وبيراميدز بيفوز بالبطولات، الزمالك فاز على بيراميدز، لأن في البطولة اللي الزمالك أخدها من بيراميدز كان الأهلي مشارك فيها والزمالك كان مشارك فيها. بيراميدز اتهزمت من قدام نادي الزمالك، الزمالك أخدها من بيراميدز والأهلي كان بره الليلة، يبقى بيراميدز اللي أخد مكان النادي الأهلي. أتحدى أي حد في مصر إن هو يكذب الكلام ده ويقول ان هو ما حصلش، غير الاهلاويه فقط لا غير اللي بيرددوا كلام الاعلام بتاعهم. لايك وشير للفيديو واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله.